انتوا عارفين انا خدت قرار ما اعملش ريزر ازاله شعر، وبقالي 4 سنين بعمل شيفنج. فهقول لكم خلاص ال4 سنين اللي حرفيا ما خلتنيش اندم لحظه على قراري ده، ومخليه الشيفنج بالنسبه لي احسن حاجه. اول حاجه هتغسلي جسمك كله بالشاور جel بتاعك او بالصابونه وات اللي بتستخدميه قبل ما تعملي شيفنج. ما ينفعش بعد الشيفنج تحطي اي نوع من انواع الصابون على جسمك، ما ينفعش تعملي شيفنج على جلدك وهو ناشف، لازم تستخدمي يا اما شيفنج كريم او شيفنج فوم. هقول لكم على تريكايه بقى انا بعملها. انا دايما بجيب الشيفنج فوم او الكريم بتاع المن، بس اهم حاجه تختاروا ان هو مكتوب عليه فور سنسيتيف سكين. انا جربت بتاع مان لوك والله العظيم يعني يفي بالغرض، سعره تقريبا حاجه و40 جنيه. انا بعشق بتاع باليه. المهم انت بتحطي نقطه منه بيعمل كم رغوه مش طبيعيه وطري جدا على الجلد، رغم ان هو بتاع رجاله بس والله تحفه. اوعي بقى تكوني بتجيبي البلسم بتاعك وتعملي بيه شيفنج، اسوأ حاجه على الاطلاق التهابات وجلد وزه. حاجه مهمه ما لقيتش اي بني ادم بيتكلم عنها، ان الريزر بتاعتك لو نوعها مش كويس هي هتكون اكبر سبب لكل مشاكل الشيفنج اللي انت بتشوفيها. وده ما عرفتهوش صراحه غير لما حصلت المقاطعه وبطلت اجيب فينوس، وجبت بقى كل الانواع اللي كنت بلاقيها قدامي. جربت وقتها براند كوين، بهدل جسمي. في بنوته كانت كاتبه كومنت انا بشكرها والله العظيم على ترشيحها لهذا النوع، اسمه دوركو. جبته في السعوديه وجبته لما جيت مصر، والاثنين نفس الكواليتي الصراحه، حلوه قوي وحلوه جدا على الجسم. وده نوع اسمه الايس. اختي بتقول لي بتاعت الجسم حلوه، انا لسه ما جربتهاش. ما تجيش تقولي لي اصل انا بستخدم الريزر بتاعت البشره اشيل بيها شعر الجسم. حرفيا دي اسوأ حاجه انت ممكن تعمليها في حياتك. لسه بتطلع تقول لك الشفره لو هي فيها 3 سنون او 5 سنون مش حلوه، وهاتي اللي بتبقى فيها سنين او سن واحد. ليه؟ انت اصلا علشان يبقى الشيفنج حاجه كويسه ومخلي جسمك ناعم ما تعديش على المنطقه اكتر من مره. الريزر بتاعتك فيها سن واحد، هتضطري انك تعدي على المنطقه اكتر من مره، فبالتالي ده هيعمل لك التهاب، فبالتالي ده ممكن يعمل لك جلد وزه وممكن يطلع لك حبوب. فيا جماعه فكوكم من الكلام ده، هاتوا الشفره اللي هي بيكون فيها اكتر من سن. الشيفنج مش بيعمل جلد وزه. كل وسائل ازاله الشعر ممكن تعمل جلد وزه لو انت ما عملتيش حاجتين انا دايما بقولهم، انك تعملي سكرابنج لجسمك قبل الشيفنج بيوم، وترطبي جسمك على طول اول ما تطلعي من الحمام، بس بمرطب ما فيهوش يوريا وما فيهوش عطور. بصي بقى طريقه ازاله الشعر عشان مهمه جدا في الجسم. امشي مع اتجاه الشعرايه، وفي اخر مره امشي عكس اتجاه الشعرايه. للاسف الطريقه دي لو اتعملت مع السنسيتيف اريا وخصوصا في عكس اتجاه الشعرايه ممكن تطلع لك حبوب. فممكن في الفيديوهات اللي جايه ابقى اقول لكم ازاي بقى تحلوا المشكله دي، وازاي كمان تتعاملوا مع الحبوب اللي بتظهر في السنسيتيف اريا. خليكي صريحه معايا وقولي في الكومنتات كام خطوه من دول بتعملوهم بالظبط، وايه الحاجات اللي انت بتفكسيها.